سألني الناس أيهما أفضل بالنسبة للمسافر، الصيام أو الفطر؟ هل يجوز للإنسان أن يفطر؟ قلنا نعم رخصة. وهل يجوز له أن يصوم المسافر؟ قلنا إن شاء الله خلينا نشوفوا واش يقول الشرع سيدي، خصنا واش يقول الشرع. شو الشرع واسمه كيقول؟ كان أصحاب رسول الله مع رسول الله في السفر وفي الغزو في رمضان منهم زين الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. يعني شي ما يعيب. علاش؟ تعرفوا علاش ولا ما تعرفوش علاش؟ حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد النهار كي كانت الشمس حاره ومشى شرب قدامهم، دوك اللي ما بغاوش يشربوا ما بغاوش يصوموا ما بغاوش يفطروا شرب النبي هكذا قدامهم ياك. وملي ما صاموش قال لهم اولئك هم العصاة، لان سيدنا النبي علاش دارها هكذا؟ حتى يجدوا قوة في مواجهة العدو، كان جهاد. ومع ذلك كاين اللي صام. اما في السفر بحال ديالنا واش من الاحسن تصوم ولا تفطر؟ قول لي. الرخصة راه عندك. أعجبني في هذا جواب عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد. والله سئل عمر بن عبد العزيز أيهما أفضل بالنسبة للمسافر زين، الصيام أو الإفطار؟ اسمعوا لهذا الجواب الله يرحم والديكم، كيعجبني ديال الفقهاء. اش قال؟ أفضلهما أيسرهما، لأن النبي كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا ماشي، فإن كان إثما كان أبعد الناس عليه. معناه اش من المعنى تاع الكلام تاع سيدنا الفقيه عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين؟ يعني اللي جاتك سهلة يا اللي مزيانة، أفضلهما أيسرهما.